ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. عملت سالب 12. كمان بعت هالاند. احتفظت بسولانكي. يعني انا بصراحة يعني لقيت حاجة غريبة بتحصل. انا عندي سولانكي بقاله 3 4 جولات معايا في التشكيلة محتفظ بيه. لاحظت امبارح كده فجأة، وانا ببص كده في الترانسفير لقيت ان سولانكي سعره نزل 100,000. استغربت، يعني لقيت ان يعني حصلت حركة بيع جامدة على سولانكي. يعني يمكن آلاف الناس اللي كانت مشترية سولانكي بعتوا قبل الجولة. طبعا انا قبل الجولة استغربت بصراحة، قلت يعني ازاي لعيب زي سولانكي يتباع في التوقيت ده بالذات؟ مش علشان مباراة استون فيلا ولا علشان الراجل احرز هدفين، لا، من الموضوع مش علشان كده خالص. الموضوع انه سولانكي رقم واحد، يعني داخل على مباراة سهلة جدا. الراجل هيلاعب إبسويتش تاون المباراة الجاية. وهو راس الحربة. تاني حاجة هو راس الحربة الأساسي بتاع توتنهام. تالت حاجة يعني سولانكي احنا السنوات اللي فاتت رغم انه كان مع فريق زي بورنموث، ولكن كنا بنجيب سولانكي ويعني بنعتمد عليه وبنثق فيه وكنا بنعمله كابتن احيانا. فانا مستغرب من الناس اللي باعت سولانكي في التوقيت ده بالذات. ازاي راجل يكون عنده مباراة سهلة المباراة الجاية امام إبسويتش تاون وتحصل عليه حركة البيع الزيادة دي؟ طبعا واللي عمل كده اظن خد عقاب شديد جدا جدا جدا. كلنا شفنا سولانكي بيتألق، بيحرز هدفين وبيعمل اسيست، بيطلع ب 13 وبونص 3 نقاط. الراجل بياخد 16 نقطة، يعتبر اعلى لاعب في الجولة لحد دلوقتي هو سولانكي. فاكيد الناس اللي باعت سولانكي دي اتسرعت يعني، ومش عارف هي حسبتها على اي اساس. انت يعني فهمني، حسبت الموضوع ده على اي اساس؟ سولانكي زي ما قلنا امامه مباراة سهلة امام إبسويتش تاون المباراة اللي جاية، يعني هنرجع تاني نشتريه. يعني الناس اللي باعت سولانكي ممكن تفكر تشتريه تاني. يعني شوف، انت هتبقى خسرت فيه مرتين. خسرت فيه انه كان عندك بسعر رخيص طبعا. آه، يعني انت كنت مشتريه بسعر رخيص تقريبا وغلي معاك. المهم ان انت بعت، يعني عملت فيه سالب كده، خسرته وهترجع تشتريه تاني. لان على ما اعتقد ان هتحصل حركة شراء جامدة على سولانكي، وخاصة بعد الراجل ما جاب 16 نقطة الجولة دي. ف يعني اللي باع سولانكي يعني الله يكون في عونه، طبعا ندمان ندم شديد. تاني حاجة يا شباب، زي ما بقول لكم سولانكي ده احنا كنا بنعتمد عليه اساسي واحيانا كابتن، وفي ناس احتمال تكابتنه المباراه الجايه امام إبسويتش تاون، خاصه بعد الراجل ما تالق، وخاصه ان بعد سون ماريجا، وخاصه ان بعد توتنهام ما بيحرز اهداف كتير وشفناه قدر يفوز على مانشستر سيتي. فواحد زي سولانكي بصراحه ما كانش يتباع في التوقيت ده. كمان انا بعت هالاند، عملت سالب 12. الحمد لله تشكيلتي جابت لحد دلوقتي يعني 49 نقطة. لسه سانشيز بيلعب متعادل 0-0، ان شاء الله ربنا يكرمه يعني، واتمنى يطلع 0-0 علشان ياخد 6 نقاط، وان كان عمل كام تصدي مع كلين شيت ان شاء الله واحد زي سانشيز، يعني ربنا يكرمه ويطلع لي مثلا ب9 نقاط ان شاء الله يعني. فلو طلع كمان ب9 نقاط هيفرق معايا. كمان لسه عندي مبويم وويسا لسه ما لعبوش، هيلعبوا بكره ان شاء الله. فالحمد لله رغم ان عملت سالب 12 الا اني يعني جبت نقاط كتير لحد دلوقتي، جبت 49 نقطة. لسه زي ما بقول لكم سانشيز بيلعب، ولسه مبويم وويسا معايا بكره. طبعا انا عملت سالب 12 ليه؟ مع اني بعت هالاند المفروض ما اعملش سالب 12، بس بالعكس انا بعت هالاند واشتريت مكانه محمد صلاح وساكا. والحمد لله يعني البيعة جابت نتيجة. اني طبعا رحت مكابتن على طول محمد صلاح عندي. الراجل الحمد لله قدر يجيب لي بالكابتنة 18 نقطة ودي حاجة كويسة، وسولانكي الحمد لله 16 نقطة، يعني اتنين جايبين لي 34 نقطة. يعني الحمد لله الحظ خدمني في الموضوع ده. ولكن انا زي ما قلت لكم هالاند بيخسرنا في التشكيل، علشان كده انا اضطريت ابيعه. وفعلا يعني بيع هالاند جاب نتيجه معايا، يعني انا استفدت، يعني انا كنت كده صح اني بعت هالاند. والدليل على كده ان يعني بعت هالاند عملت سالب 12. ولكن في نفس الوقت قدرت اشتري واحد زي صلاح وساكا، وده طبعا قوة ضاربة. اي نعم ساكا ما عملش، بس اكيد المباراة اللي جاية هيعمل. مفيش لعيب زي ساكا هيغيب فترة طويلة، مفيش لاعب زي سون بيغيب فترة طويلة، مفيش لاعب زي صلاح بيغيب فترة طويلة، مفيش لاعب زي بالمر بيغيب فترة طويلة. اللعيبة دي مسيرها هتعمل، علشان كده انا قررت زي ما قلت لكم ابيع هالاند واستفيد باللعيبة دي كلها. سون، يعني انا معايا سون ومعايا صلاح، ساكا،
مبويمو وفودن، واما افكر ان شاء الله ابيع مبويمو بس شويه لقدام بعد مباراه، يعني بعد زي ما قلت لكم قبل كده بعد بالمر ما يخلص من مباراه الارسنال. هبيع على طول مبويمو واشتري مكانه بالمر، واحاول اشتري جاكسون. ممكن مكان واحد زي ويسا، يعني هبيع مبويمو وويسا واجيب مكانهم ان شاء الله بالمر واللاعب التاني اللي هو جاكسون. اساس هيكون عندهم 11 مباراة سهلة. فيا شباب فكروا كويس قبل ما تعملوا التغيير، فكروا كويس مين اللعيبة اللي هتتألق. هالاند ما تصبرش عليه تاني، الراجل زي ما انت شايف 5 جولات احرز فيهم هدف وحيد، دي حاجة قليلة. محمد صلاح الراجل اخر 4 جولات 4 اهداف. سون اللي بيغيب مباراة ويرجع مباراة هدف واسيستين تقريبا. واحد زي بالمر قبل كده ممكن هدف او هدفين واسيست. ساكا قبل كده هدفين. يعني كل دول افيد من محمد، افيد من واحد زي هالاند بكتير. علشان كده يا شباب فكروا كويس، وان شاء الله بعد نهاية الجولة هنبدأ نفكر هنعمل ايه في المرحلة الجاية. هل هنفضل مخلين هالاند معانا؟ هل هنبيعه؟ هنشتري مين؟ هنبيع مين؟ ايزاك نعمل فيه ايه؟ صلاح نعمل فيه ايه؟ واحد زي سولانكي اللي داخل على مباريات سهلة هنعمل فيه ايه؟ واحد زي بالمر اللي بعد مباراة الارسنال هو جاكسون هنعمل فيهم ايه؟ الدفاعات هنعمل فيها ايه؟ ان شاء الله كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله بعد انتهاء الجولة مباشرة. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.